يا مساء الجمال على احلى واغلى اخوات في الدنيا كلها. رجعنا مع بعض بوصفة جامدة جدا جدا. وصفة كلنا بنحبها وكلنا بنشتريها من بره وكلنا بنحس ان طعمها مميز وعايزين نوصل للطعم ده. النهاردة هنعملها بطريقة اقتصادية وسهلة جدا جدا ومن غير بيض ومن غير مايونيز. هنعمل ايه؟ هنعمل التومية. وكمان هنعملها بطعم كده مختلف، كذا طعم كده. بجد التلاتة ألذ من بعض. شايفين قوامها ولونها وطعمها دي بقى حاجة لوحدها كده. حط لايك كده واشتركي في القناة لو أول مرة تشوفيني. أنا أميرة أخصائية تغذية، وشير الفيديو ده لكل حبايبك علشان الكل يستفيد. ويلا بينا نسمي الله ونصلي على الرسول ونبدأ الفيديو. جبنا كده حلة او اي حاجة بتتحط على النار، وهننزل فيها كده بحوالي كوباية ونص من المية. طبعا الكمية تقدري ان انت تقللي او تزودي حسب ما انت عايزة. الكمية دي عملت معايا 3 اطباق كده او بولات كبار مليانين من المايونيز او من التومية، عفوا مش المايونيز. هنزل عليهم كده باربع معالق كبار هرميين كده من النشا. هدوبهم كويس جدا جدا على البارد كده واتاكد ان النشا كله داب كويس، علشان لو رفعته من غير ما ادوبه كويس على البارد هيعمل كتل معايا. اتأكدت خلاص انه كده داب وما عادش فيه اي كتل خالص وبقى تمام التمام. هاخد الخليط بتاعي وهبدأ ارفعه على النار مع استمرار التقليب علشان ما يعملش كتل. هنلاحظ ان المية بتاعته خلاص هتختفي والقوام هيتقل كده وهيديكي قوام كريمي زي ما هتشوفي معايا كده. شايفين كده اهو؟ شايفين القوام بقى عامل ازاي؟ تحفة جدا. خلاص كده وصلنا للقوام والشكل اللي احنا عايزينه. هنطفي النار وهنسيبه يبرد تماما تماما لما نجهز بقى باقي المكونات بتاعتنا. في دقيقتين هيكون معانا خلصان. يلا بينا. ادي كده الخليط بتاعنا برد وبقى تحفة زي ما احنا شايفين كده. هناخد الخليط ده وهنشتغل كل شغلنا في الخلاط. هنجيب الخلاط بتاعنا وهنسمي الله ونضيف الخليط بتاعنا ده كده في قلب الخلاط. طبعا المقادير هنا تقدري تلعبي فيها زي ما انت عايزة وحسب الكمية اللي انت عايزاها. حطيت بقى كده الكمية كلها وهبدأ انزل عليهم بعلبة كده من الزبادي او كوباية من الزبادي. وهنزل عليهم كمان باربع فصوص توم مهروسين. ممكن تضيفي التوم صحيح، بس ان انا انصحك ان انت تهرسيه زي كده، علشان لو ضفتيه زي ما هو كده فصوص هيفضل فيه قطع في التومية وهيبقى طعمها مش حلو قوي ومش هيتفرم معاكي كويس في الخلاط. فانصحك ان انت تفرميه الاول وبعدين تضيفيه. بعد كده هضيف على المقدار بتاعي ده حوالي نص كوباية كده من الزيت. ضفت كده نص كوباية من الزيت. اهم حاجة زيت يكون حلو وطعمه حلو وما يكونش ليه نكهة مش مرغوبة. وطبعا عصير ليمونة كده محترمة. خلاص كده ما عادش فيه اي اضافات تانية. ضفنا كل المكونات اللي احنا عايزين نضيفها. هنمسك بقى الخليط بتاعنا في الخلاط وهنضربه كويس جدا جدا كده في قلب الخلاط. بصوا بقى القوام بقى عامل ازاي. قوامه تحفة، خطير بجد. شايفين؟ وريحته رهيبة. هنجيب بقى كده بولات او طبق للتقديم او زي ما انت عايزة وهقدر اضيفهم فيها. انا بقى هجيب كده 3 بولات كده او 3 اطباق كبار زي ما انتوا شايفين كده، وهحط كده الخليط فيهم او هقسمهم. لاحظوا كده معايا ان في طبق هيختفي حالا. ليه بقى؟ لان انا كنت عامله سندوتشات كده للولاد ستريبس وهم بيحبوا التوميه جدا. فاخدوا طبق كده وبقى معانا 2. مفيش مشكله خالص، بألف هنا. بصوا بس لونها عامل ازاي وشايفين قوامها. وكمان بقى الطعم ما اقولكوش عليه، بجد تحفه. هنعمل كده طبق. هنجيب طبق وهنحط عليه معلقه كبيره من الخردل او المستردة وهنقلبها كويس جدا. عارفين المعلقه دي هتنقلها نقله تانية. بجد بتخلي التوميه كده طعمها فظيع. صوص مختلف جدا بس طعمه رهيب. هتاكلوا منها مش هتشبعوا. انصحكم ان انتوا كده في البداية تضعفوا الكمية. نقدر كمان نعمل طعم مميز جدا من الاطعم اللي انا بحبها جدا، ان احنا نجيب معلقة كبيرة من البابريكا ونضيفها على طبق من التومية. هيديكي كده لون احمر كده وطعم حكاية. بجد الاطعم دي بتنقلها نقلة تانية جدا جدا.
لازم تجربوها وتقولي لي رايكم فيها ايه في الكومنتات. وكمان نسيت اقول لكم ان احنا نقدر نقدمها مع ايه للناس اللي بتسأل. طبعا التومية دي معروفة جدا جدا مع الشاورما، ومشهورة جدا التومية السوري مع الشاورما السوري. كمان ممكن نقدمها مع المقليات زي البطاطس المحمرة بقى، وسندوتشات البطاطس المحمرة كده للولاد في المدارس بيعشقوها بجد. وكمان مع البانيه لو احنا هنعمله لهم كده سندوتشات، او كمان مع الستريبس المحمر، او مع كمان الناجتس. بصوا خطيرة بجد، لازم تجربوها كده وتقولوا لي رايكم فيها ايه في الكومنتات. واللي بيعملها بطريقتي كده يشجع الناس ويقول رايه ايه في الكومنتات، علشان كده الكل يجربها. واللي بيعملها بطريقه مختلفه برضه يقول لنا علشان نجربها. واللي ما جربش الطريقه بتاعتي دي يجربها، طريقه اقتصاديه جدا بس طعمها خطير بجد، تستاهل التجربه. حط لايك كده واشتركي في القناه وشير الفيديو ده لكل حبايبك، وقولوا رايك في الوصفه. دمتم في حفظ الله، والسلام عليكم.